بفستان ذهبي وقالب كيك ذهبي وأجواء كلها ذهبية. احتفلت نارين بيوتي بعيد ميلادها 26 مع عائلتها. نارين استأجرت فيلا وعزمت أهلها والمقربين منها بس لعيد ميلادها 26، وكانت الأجواء كتير عائلية وكتير حلوة. التافت بالموضوع إنه كان كل شي باللون الذهبي. الناس تمنوا لنارين العمر طويل وإنه هي كل عام وهي بألف خير، بس في ناس تانيين اتهموا نارين إنها عم تقلد شمس الفارس طبعا بسبب اللون الذهبي، حتى أنه شفنا شمس بآخر عيد ميلاد إلها كمان اعتمدت اللون الذهبي والفستان الذهبي والكيك الذهبي بعيد ميلادها. طبعا الآراء والتعليقات انقسمت نصين، نص حكى إنه نارين حرة بتعمل اللي بدها إياه وإنه هي شافت اللوك حلو حبت تجربه أو تلبسه، وحتى ناس حكت إنه هذا الفستان اللي لابسته نفس فستان خطبتها بس غير لون. وتعليقات تانية وبشكل مصر حكوا إنها عم بتقلد شمس الفارس بكل التفاصيل يلي ساوتها بعيد ميلادها، وحكوا إنه فكرنا هذا عيد ميلاد شمس مو عيد ميلاد نارين. برأيي الشخصي على الرغم من تشابه بالفستان وباللوك وحتى بقالب الكيك، أنا شفت إنه كل وحدة عطت لعيد ميلادها لمسة إضافية من شخصيتها. يعني أنا ما شفت هذا التشابه يلي عم تحكي عنه الناس بهي القوة. صح إنه في تشابه بالألوان وبالفستان بس مو إنه تقليد، بالعكس ممكن نارين يكون عجبها اللون وعجبها أنها تعتمده بعيد ميلادها، فيعني شي طبيعي كتير كتير وممكن تصير. وبالعكس مو كل ما مشهور لبس لون أو عمل شي محدد المشهور التاني ممنوع يعمله، بتصير هيك الحياة كتير صعبة. أنا هاد رأيي الشخصي، انتو شو رأيكم الشخصي؟ مع أي فئة؟ مع الفئة يلي حكت إنه في تقليد أو الفئة يلي حكت إنه ما في تقليد؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ونتمنى لشمس ونارين إنه كل عام وهن بألف خير، وإن شاء الله بيضلوا عم يحتفلوا بعيد ميلادهم لآخر العمر.